ايه رأيك بقى تعملي جبنة كريمي في البيت بكمية كبيرة جدا بمكونات بسيطة وكمان صحية؟ بجد اجمل كتير من اللي احنا بنجيبها من بره. كل اللي هنحتاجه ربع كيلو من الجبنة القريش وحطيهم جوه الخلاط. بعد كده ضيفي لهم كوباية من الحليب ويكون الحليب هنا بارد. بعد كده ضفت 3 مثلثات من الجبنة النستون وقطعة من الجبنة الرومي، ودول طبعا اختياري. طبعا تقدري تستبدلي الجبنة النستو والجبنة الرومي اللي انا ضفتها بالزيتون او قطع البسطرمة. طبعا ممكن تحطي فلفل حامي براحتك خالص. وبعد كده اخفقوهم كويس جدا، وبعد كده دخليهم التلاجة بقى وسيبيهم لمدة ساعة، وهتلاقي احلى جبنة كريمي عندك. قوامها في منتهى الروعة والجمال. شايفين حلوة قد ايه وصحية جدا ومفيدة. هتعجب ولادك، ولو ما بيحبوش الجبنة القريش هتكون ادمان بالنسبة لهم. وبعد كده حطي بقى شوية من حبة البركة علشان تزود القيمة الغذائية، شوية بقى من زيت الزيتون، واقفليها بقى ودخليها التلاجة. هتقعد معاكي مدة طويلة جدا.